اللاعب الجزائري رياض محرز ينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين. أشار تقرير صحفي اليوم إلى توصل لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي النجم الجزائري رياض محرز إلى اتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أجل الانضمام إلى أحد الأندية السعودية خلال موسم الانتقال الصيفية الجارية. ووفقا لما أوردته منصة سبورتس زون الناطقة باللغة الفرنسية، فإن اللاعب الجزائري سيحصل على 25 مليون يورو كراتب سنوي وفقا لاتفاقه مع الصندوق السعودي. وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي هو النادي السعودي المهتم بالتعاقد مع رياض محرز، علما أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ فعليا على أندية الأهلي والهلال والنصر والاتحاد ضمن الخطة السعودية للتخصيص والاستثمار في النوادي. وحسب نفس الصحيفة، فإن مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا يخطط فعليا للإبقاء على رياض محرز، ولا يريد خسارة الأخير رفقة البرتغالي برناردو سيلفا المرشح أيضا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين. ومع ذلك قال المصدر نفسه إن اللاعب رياض محرز لا ينوي الدخول في صدام مع إدارة مانشستر سيتي من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي هذا الصيف. وفسرت منصة سبورتس زون موقف مانشستر سيتي لا تريد التفريط في رحيل محرز وسيلفا برغبة الفريق في تجنب إعادة هيكلة خط هجومه بعد التتويج الموسم الماضي ب3 ألقاب مهمة: الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا. وانتقل اللاعب الجزائري إلى مانشستر سيتي صيف 2018 قادما آنذاك من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وخلال 236 مباراة خاضها بقميص السيتي تمكن النجم الجزائري من تسجيل 78 هدفا. وفاز رياض محرز مع مانشستر سيتي بالعديد من الألقاب: 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، 3 ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما في درع الاتحاد الإنجليزي، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا. ويمتد تعاقد رياض محرز مع نادي مانشستر سيتي حتى 30 من يونيو 2025، وتصل قيمة اللاعب السوقية 20 مليون يورو وفقا لبيانات ترانسفير ماركت.